صباح الخير، معاكم مست شيماء احمد. النهارده هنتكلم على ايه؟ بص، انت تعرف ان في كلمات ممكن معناها يتغير ونطقها يتغير والفانكشن بتاعتها كمان تتغير، بس عشان انت نقلت الاسترس من المقطع الاولاني للمقطع التاني. تمام، تعالوا نشوف امثله مثلا على كده. اول مثال معانا الكلمه اللي هي present. تمام، لو انت حطيت الاسترس على الفيرست سيلابل المقطع الاولاني هتتنطق present. يعني ايه present؟ يعني هديه. تمام، يعني اللي هو المضارع اللي هو present tense مثلا زمن المضارع. تمام. طيب لو انا شلت الاسترس من الفيرست سيلابل وحطيتها على المقطع الثاني، بدل ما اقولها present قلتها present. في الحاله ديت هي نفس الحروف اهي، بس النطق اختلف، بقت present. تمام، المعنى اختلف والفانكشن كمان اختلفت. فبدل ما كانت الاول present اللي هي هديه noun، بقت present، بقت فعل بمعنى يقدم. اقول لك I present myself، I'm gonna present myself. تمام، معناها انا هقدم نفسي. يبقى هنا اتحولت من noun لverb، والنطق كمان اختلف، بدل present بقت present. تمام، والمعنى طبعا اختلف من هديه او مضارع للفعل اللي هو ايه، يقدم. تعالوا ناخد مثال كمان، مثلا الكلمة دي اللي هي DESERT. تمام، طبعا الناون اللي هي بمعنى صحراء desert. فالاستريس هنا المقطع الاولاني هو desert هنا معناه صحراء. طب لو انا حطيت الاستريس على المقطع الثاني بقت desert، بقت فعل بمعنى يهجر. اوكي، فالاستريس على المقطع الاولاني ناون بمعنى صحراء، الاستريس على المقطع الثاني بقت فعل بمعنى يهجر، desert. تمام، تعالوا نشوف مثلا مثال كفعل عامله ازاي. He deserted his wife and daughter and went back to England. معناها هو هجر زوجته وبنته ورجع تاني لإنجلترا. تعالوا ناخد مثال تالت، كلمة SUSPECT. لو حطينا الاسترس على الفيرست سيلابل المقطع الأولاني هتبقى noun أو adjective بمعنى مشتبه به أو حاجة مشتبه بها. تمام، تعالوا مثلا نشوف مثال. The police have arrested the suspect. The police have arrested the suspect. تمام، هنا noun. طب تعالوا نشوف مثال على adjective. A suspect package was found on the platform. A suspect package was found on the platform. هنا ديت adjective. هي نفس الكلمة، بس احنا هنشيل الاسترس من المقطع الأولاني وهنحطها على المقطع التاني، وفي الحالة دي تتحول لفيرب. تمام، وهتتنطق كده suspect. هنعمل ستريس على البيكت دي، suspect. تمام، suspect يعني يشتبه بحاجة. فمثلا تعالوا نشوف مثال. If you suspect a gas leak, don't turn on an electric light. If you suspect a gas leak, don't turn on an electric light.